Bluetooth connected. نوروز يوم التجديد والربيع، يوم الحرية، الثورة على الظلم والطغيان. في هذا اليوم كانت ثورة الإنسانية بوجه الاستبداد والسلطة والأفكار الدغمائية، عندما حصل كاوى الحداد شعلة نيروز التي أنارت درب كل إنسان عاشق للحرية. نيروز بجسد حرية المرأة وثورتها ضد الذهنية الذكورية من العبودية وكسر نير السلطة بكافة أشكالها. بمناسبة هذه الذكرى الخلاقة والمتجددة نهنئ القائد عبد الله أوجلان وجميع شهداء الحرية وكافة الشعوب المناضلة في العالم وشعوب كردستان خاصة بكل مكوناتها. ولأن النوروز مقاومة والمقاومة حياة، نأمل أن يكون نوروز عام 2023 غنيا بالأمل ومتوجا بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ويكون العيد جسر لتطوير إيديولوجية حرية المرأة وتعزيز روح الانتفاضة وروح المقاومة القائمة على جوهر المرأة الحرة. نوروز 2023 هو العام 51 لمسيرة الحرية التي بداها القائد عبد الله أوجلان. كل عام وقائد الحرية والإنسانية بألف خير، كل عام والمرأة المناضلة الثورية بألف خير، كل عام وشعوب المنطقة بألف خير، والحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان والرحمة لأرواح الشهداء.